معركة الذكاء المصري والخداع. تم توظيف الذكاء المصري ببراعة فائقة في عمليات التخطيط الدقيق لمعركة التحرير التي نفذت يوم 6 أكتوبر 73، ومن خلال التقديرات السليمة التي بنيت على المعلومات الدقيقة والموثقة لأجهزة الاستخبارات المصرية وقوات الاستطلاع التي عملت خلف خطوط العدو لمتابعة كافة أوضاع وأنشطة القوات الإسرائيلية في سيناء، والدراسة المتعمقة لنقاط قوة وضعف القوات المعادية، واستغلال نقاط الضعف لتحقيق النجاحات المطلوبة في ضوء الإمكانيات الأقل المتوفرة لدى قواتنا. وأيضا لعل من أبرز ما يحققه الذكاء المصري خطة الخداع الاستراتيجية المصرية سياسيا، دبلوماسيا، عسكريا، اجتماعيا وإعلاميا، والتي أثبتت الوثائق التي أصدرت من الأطراف المختلفة بعد الحرب أنها نجحت خداع تقديرات كافة أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث أكدت جميعها على عدم قدرة الجانب المصري والعربي على تنفيذ الملحمة العظيمة التي تحققت بهذا الانتصار والنجاح المبهر.